انا فرحانه قوي، اخيرا جبت ممبار. على فكره الكيس بيوقع وانا ماشيه كل ثقه في الشارع. تخيل ان انا ماشيه في الشارع كده بالمنظر ده. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا ما علينا، المهم ان احنا جبناه، بدور عليه ومحدش راضي يدوني. تقولوش بقى من الممنوعات. هاتيلي بقى طبق بلاستيك عشان ما يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. ايه يا مايا، انت صبحه على الصبح وعامله هيصه وزنبليطه كده علشان خاطر جبت منبار؟ اه والله يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم ان انا المنبار ده شفته، لو والله العظيم ما هتصدقوا، انا قلت لكم من العيد الكبير بتاع السنه اللي فاتت وانا عايزه اجيبه ومش عارفه. الجزارين اللي عندنا كل ما اروح اطلب من يعني اشتريه من حد بحس ان هو ايه، ممنوعات او بقت سلعه نادره، ويقولوا لي ده انت لازم بالحجز ولازم مش بالحجز. طب انا يا جماعه ما انا حاجزه من السنه اللي فاتت، ايه كل ما اجي اطلبه ما الاقيش يقولوا لا ده هو بيتحجز وبيتاخد بالطلب على طول كده. طيب المهم الحمد لله ربنا عطرني في حد ابن حلال كويس كده ان هو هيديني المنبار دوت، ولقيتها نشر على صفحه البلد بتاعتنا، وانا ايه اتواصلت معاها وايه ورحت جبته. كان يوم السوق، طبعا احنا رحنا السوق كده مع بعض الصبح. جبت من السوق زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم ان الطماطم ب10 جنيه، انا جبتها كيلو وربع بالعافيه، بس طماطم ايه، عسل 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 وريقها سكر. وطبعا جبتها كده وحطيتها في البلاستيكيه. انا يا جماعه ما بغسلش الطماطم ولا الخضار علشان خاطر ايه، ما يقعد ما يبوظش مني على طول. انما الفاكهه بغسلها عشان لو حد مثلا من ولادي دخل التلاجة مثلا وجاب منها حاجه ياكلها على طول. فجبت التفاح ب35 جنيه، انا جبته ب30 جنيه. بس زي ما انت شفتوا يعني هو مش حجم كبير يعني، بس مسكر، مش شرط الحجم يعني حتى اليومين دول الحجم الكبير ده ما تعرفيش هو بيبقى واخد هرمونات ولا بياخد ايه، بيدوله عشان يبقى حجمه كبير كده. وكمان في السوق الخوخ اللي هو إيه اللي بنقول عليه الفلاحي بقى، اللي هو بيبقى القلب بتاعه النقايه بتاعه الخوخه نفسها بتبقى لونها موف كده او بنفسجي غامق، اللي بيبقى هو ده الفلاحي البلدي بتاعنا. فلقيته في السوق كده وانا بحبه قوي فجبت منه برضه. وجبت عنب، والعنب الكيلو ب20 جنيه، وبيقول لي ده عنب كريز، وتدوقيه كده يعني الحبايه منه تسطل. ادوق الحبايه والله ما كانش معسل قوي يعني. قلت له ما هو عادي اهو، ده حتى العنب العادي مسكر اكتر منه. قال لي لا انت اللي ما فطرتيش. قلت له ماشي ما علينا هات، وانا يعني الموجود في السوق بحب اجيب منه لولادي علشان ما يبقاش نفسهم في حاجه، حتى لو مش شرط ان انا هجيب كميات. يعني انا اجيب على القد كده من كل فاكهه مثلا نص كيلو او وليكن كيلو من كل الفاكهه اللي في السوق، علشان خاطر ولادي ما يبصوش لحد او ما يبقاش نفسهم في الحاجه يعني. انا ده مبدئي ودوت اللي انا ماشيه عليه. بس عايزه اقول لكم ان انا لما بيبقى يعني الموضوع مبحبح معايا كده وحاسه ان الفلوس بتاعه السوق معايا يعني انا سوقت وخلصت مثلا وفايض معايا فلوس ما بروحش بيها. مش انا اللي اعمل كده. فبجيب لهم مثلا من الحاجه وعارفه ان هم بيحبوها، بجيب لهم منها بزياده. ربنا يا رب يبارك لنا في اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب العالمين. غسلت كده الفاكهه زي ما انتم شايفين، وحطيتها على الفوطه، نشفت الميه اللي فيها وايه، وهحطها في البلاستيكات بتاع التلاجة. صليتوا بينا على النبي يا ولاد، وحدوا الله كده، اذكروا الله. اهو شايفين انا مش مكتره من العنب لان العنب يعني هي اكتر حاجه بتبوظ الصراحه. ف فجبت لهم منه كيلو وشكلته يعني اللي هو الاحمر دوت والاخضر. اللهم صل على النبي. والكيلو كان ب20 جنيه. بصوا ما فيش حاجه في السوق اقل من ال20 جنيه. التين البرشومي بالكيلو ب25 جنيه. يا ستي طب ب20 يهديكي يرضيكي ابدا والله. قالت انا جايباه ب22. قلت ما علينا. طبعا كده خلصنا الفاكهه بتاعتنا والخضار حطيناه في التلاجة، وقلنا بقى نعمل لهم ايه غدوه كده ايه. هي بالنسبه لنا غدوه جميله، لكن انا عندي ولادي في منهم بياكلها وفي منهم ما بياكلهاش. بس بصراحه انا يعني ايه، كل يوم حيرة أكل حيرة أكل حيرة أكل، فعملتها لهم. والبامية النهاردة كانت في السوق ب30 جنيه، واللي هي الكبيرة
ب20 جنيه. اللهم صل على النبي، اللهم ذكرني يا رب. البامية الكبيرة ب30 جنيه، والبامية اللي هي الصغنطوطة ديت ب40 جنيه. والله وبقالها سعر، بس يلا الواحد بيقول اهو خضار وتغيير في الاكل. وانتوا عارفين طبعا ان البامية من الحاجات اللي كل ما تسيبيها، يعني كل ما تقعد عندك كل ما طعمها بيحلو. هي دي الاكله البايته الوحيده اللي كل ما تسيبيها عندك تحلو. بس طبعا ما تعمليش ازيد من طاقتك مثلا، او انت عارفه مثلا افراد اسرتك وتعملي لهم قد ايه، عشان الجو حر اليومين دول والكهرباء بتقطع كل شويه. يعني حتى لو حطيتيها في التلاجة ممكن تبوظ منك. فاعملي الاكل كده على القد. شايفين طبعا البتنجان الفلاحي بتاعنا الجميل ده. انا بقليه. لو هو مثلا البتنجانيه صغيره بقليها بحالها كده، واقوم فاتحاها من النص وحاطه فيها الدقه، الحشوه بتاعه الدقه دي. الدقه اللي هي عباره عن شطه وفلفل وفص ثوم وشويه ملح بكمون وطماطمايه، وادقهم كده واعصر عليهم نص ليمونه، ادقهم في الهون واحشي بيهم البتنجان. يعني العشق بقى. انا بحب البتنجان جدا، سواء كان مسقعه او اللهم صل على النبي، او بتنجان مشوي، او اللي انا بعمله المقلي ده. في كل حالاته يعني بحبه. وقالت معاهم كمان قرنين شطه كده حرقين ويفتحوا النفس كده على الاكل. وظبطت الدنيا. يعني انا بالنسبه لي يعني عن شخصي انا، واعوذ بالله من كلمه انا، اللي انا كفيله ان انا مثلا ما اكلش اي حاجه واكل من طبق البتنجان ده مع رغيف عيش ناشف كده، او لو ما فيش عيش ناشف عيش رغيف طري كده واحمصه في الفرن، واقعد بقى اكل منه لما اشبع وما ازهقش بصراحه، لانه بيبقى يفتح النفس كده. بصوا بقى شويه التحابيش بتاعت ام ايه الغاليه اهو. اكتر واحده لا هما يا رب اكتر اتنين احب اكل البتنجان ده من ايدهم، ماما وايه بنتي. بيعملوا برضو كل البتنجان ده تحفه. ربنا يا رب يبارك لي فيهم ويديهم الصحه، اللهم امين يا رب العالمين. التسبيكه بتاعت الباميه هي يعني عملتها وحطها على البوتاجاز، وحطيت معاها معلقه صغيره سكر، علشان تعرفين حموضه الطماطم لازم تحط لها معلقه السكر ديت علشان تعادل الحموضه. والباميه بقى دلوقتي انا خلصت البتنجان اهوت، هقطعها. عايزه اقول لكم ان الباميه دي انا ما جبتهاش من السوق، هو سعرها في السوق زي ما انا قلت لكم، بس ده ابو ايه ربنا يديله الصحه، واحد صاحبه بيزرعها في عنده، واحنا بنجيب منه. يعني مش عارفه انا قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا ايه. فهو بيجيبها رخيصه عن هنا اهو. زي ما انتم شايفين كده بقى قعدت اقطعها. انا مش هعمل الكميه دي كلها، انا هعمل على قد الطبخه اللي انا هعملها، والباقي هحطه في كيسين واحطهم في الفريزر. بيجي بقى في اي وقت مثلا الباميه تكون خلصت فيه ولا حاجه تطلعه. انا ما بحبش التخزين يا جماعه، بس حاجه يعني مثلا انا لقيت سعرها كويس وجبت منها كميه، وبدل ما مرميها خساره ويبقى انا كده ما وفرتش، انا كده يعني صرفت وبذخ ومن غير داعي، فبقوم حطاها في الفريزر. انما انا اشتري مخصوص عشان التخزين ما بحبش كده. وبعدين طول السنه ما شاء الله الخضار عادي، يعني تخلص السبانخ، تيجي الفاصوليا الخضراء، تيجي الباميه، تيجي ايه تاني، يعني كل الخضار ورا بعض ورا بعض، الواحد ما بيلحقش يتشوق للحاجه يعني. فما تقوليليش انك انت مثلا تخزني، والله طعمها ما بيبقاش حلو مهما تقوليلي وتحلفيلي، ما بيبقاش حلو. ودي قناعتي، وكل واحد حر في تصرفاته، كل واحد يعمل اللي يريحه واللي بيحبه هو واسرته. تمام، متفقين على كده؟ تمام. اللي وصل معايا لحد هنا يقول لي ايه رايك؟ صحيح يا ماي؟ انت هتكملي الفيديو بقى بتاع الباميه؟ بصوا انا احب كده طب ما اكون بعمل الحاجه يعني انا دلوقتي بعمل التسبيكه، على ما التسبيكه تستوي اكون انا قطعت الباميه بتاعتها. مش اقعد بقى واستنى اقعد اعمل الباميه الاول وبعد كده اقوم اعمل التسبيكه، لا بحب يعني استغل الوقت بتاعي. عذرا يا جماعه، عايزه اقول لكم ان الجو حر نار، والنور قاطع، والنور اللي هو الكهرباء يعني قطعه، والميه قطعه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، والله المستعان على الحياه اللي احنا عايشينها اليومين دول. دي طبعا كان عندي كده حته لحمه حطاها فيها، حطاها في الفريزر برضو، وحطيتها كده في الباميه تطعمها برضو. مش شرط ان انا ابقى يعني الحاجه غاليه وكده، مش هروح اجيب بقى لحمه مخصوص للباميه، لا انا اجيب اللحمه مخصوص اطبخها، تبقى وجبه كده دسمه كده وحلوه.
انما مش هروح اجيبها عشان الباميه. ممكن بقى بواقي احطها فيها، شوربه بط، شوربه لحمه كده يعني. كده بقى الغدا بتاعنا الخيار المخلل اللي انا عاملاه تحفه، وطبق البتنجان والعيش والصينيه كده اترصت واتظبطت وبقت تمام التمام. انا بقى قاعده عماله اقول الصينيه دي ناقصها حاجه، الصينيه دي ناقصها حاجه. افتكرت الجرجير اللي بابا كان جايبه لي، ربنا يا رب يديله الصحه، وهو جاي ياخد السوق، فحطيت معاهم شويه جرجير شايفين، والله روشن على الصينيه. حبايب قلبي ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم ويكون ضيفه خفيفه على قلبكم، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، وما يحرمكوش مني ابدا. بحبكم في الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. بس اهم حاجه متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. سلام.